السلام عليكم. نهار جديد، اليوم فيديو جديد. اليوم حضرت لكم سلطة اقتصادية ما تكلفش عليك بزاف. هي مناسبة مع وليداتك مع عائلتك، اي ديال السلطة تحمر لك وجهك. المكونات ديالها موجودة في اي بيت. من نبداو على بركة الله. هاد السلطة نحتاجو اول حاجة الخيار. كناخدو على هاد الشكل هذا، كنقشروه كنقطعوه هكذا، كنقطعو على جوج وكنحاولوا نقطعو على جوج بحال هاد الشكل هكذا الطريقه، وكنحاولوا نقسمو على جوج. كنقسمو على جوج وكنحاولوا نخويه من الداخل، هذيك الزريعه ديال الداخل. من بعد كنقطعو على هاد الشكل هذا. بعد كتجيبوا الخس تا هو كنقطعو تا هو بحال الشكل هذا. شوفوا شاهدوا معايا الفيديو كيفاش كنقطعو تا هو. يا اما نسي الطريقه هكذا كنقطعو. تحاولوا ما تقطعوش رقيق بزاف، وحاولوا ما تقطعوش غليظ بزاف بحال هاد الطريقه هذه باش تجيكم مزيانه في لي سالاد. ما كتشاهدوا بحال هاد الطريقه هذه. من بعد كناخدو تاني السوريز، حتى هي المطيشه الصغيره، حتى هي بنفس الطريقه، حتى هي كنقسموها على جوج بحال هذا الشكل هذا. هانتوما كتشاهدوا في الفيديو كيفاش كنقطع، كلها كتقطع بحال هكا. المهم غادي نخليكم مع الفيديو من بعد كنجيبوا ليمونه، حتى هي كنحاولوا حتى هي نقشروا على هذا الشكل هذا. الطريقه هنا كنحاولوا نحيدوا القشره ديالو بهذه الطريقه نقشروها هكا على هذا الشكل هذا. شاهدوا معايا الفيديو كيفاش كنقشروا. بعد كتشوفوني دابا غنحاول نحيد الليمون، نحيد ليه داك الداخل ديالو. كنخليو بحال هكا غير الليمون بوحديتو، حتى لا باش كان الواحد يجي ياكلو غير الليمون وحده. من بعد كناخدو التفاح حتى هو كنقسمو على جوج. من بعد كنحاولوا نحيدو ليه دوك النباتات ديالو الداخله على هذا الشكل هذا. شوفوا الطريقه كيفاش كنحيدها. شفتوا الطريقه كيفاش كنحيدهم؟ سهله، طريقه سهله جدا. تقدري توجديها في دارك في اي مناسبه عندك. اول حتى الاخر. جات الوقت فاش غادي ندريسيو دابا كناخدو سلطه فيغت في هذاك الطبيسيل هكذا. هي طبسيل كيما كان عندك، المهم كتفرشي فيه سلطه فيغت. من بعد عاوتاني كندير ليه على هذا الشكل هذا. من بعد كديري ليه شويه السوريز، مطيشه تاع السوريز هكذايا بحال هكذا. كديري السوريز كتحاولي كتفرقيها بشويه بشويه. انا كنفضل بحال هكذا، حيت الا درتيها جمعتيها كامله وخلطتيها كتجي بحال، يعني من احسن لي سالاد. تخدميها بطريقه بحاجه يعني ديري طبقه بطبقه طبقه بطبقه. الا خدمتيها بهذا الشكل كتكون سالاد ناجحه. خلطيها كتجي ما فيهاش الشوفه الا كنتي كتخلطيها. بعد كاين لي شي لي سالاد كاين لي سالاد اللي كيتخلطوا، ولكن كاين لي سالاد اللي كتبقى سيباري كيف بحال هذا الشكل هذا. يعني نصيحه منكم ليكم، يعني تخدموا بهذه الطريقه ديال لي سالاد. تجي كنحط الخيار من الفوق على هذا الشكل هذا. من بعد كنحط التفاح. من احسن النصيحه منه عاوتاني ديروا التفاح، ديروا ليه سيترو الحامض. من احسن ديروا ليه الحامض باش ما يتبدلش اللون ديالو، حيت التفاح كيتبدل ليه اللون ديالو. من احسن ديروا ليه الحامض. ودا نبقى نخليو نبقى من بعد كنضيفوا ليه الليمون. ها هو شوفوا كيفاش كنحضر الليمون، كنحطو من الفوق.
حاجه اللي كتبغيها من قلبك كتحاولي تحطيها بشويه بشويه من قلبك، يعني حاجه اللي كتحبي للطبخ تا هو كتحاولي تبدعي واحد الفن في الطبخ. اخر مكون هو الزيتون الكحل اسود، كنحاولوا نحطوه تماك. من احسن واحد لك من النصائح الصالات ديما خاصها تكون تلعبي على الالوان. الالوان هي اللي كتبين لي صالات. هذه كدي حاول نحط لكم ديك الوريدات تما، كاين الوريدات الفنينات ديولي. حاول نزوق شويه د الربيع من الجنيبات. نروح فيه شويه الزيجلان. هادو هي كيبقاو اختيارات التزيين. بالنسبه للصوص كتكون صوص فينيغارت، كتكون فيها صوص فينيغارت. فينيغارت كتكون فيها البزار، كتكون فيها الملحه، كتكون فيها الفينيغر، كيكون فيها النخل، كيكون فيها زيت العود. وكدير بالصحه والراحه. تلاقاو في الفيديو.